السلام عليكم ورحمة الله. علشان الشتاء بيحب القرمشة الكتير والأكل الكتير في الليالي الساقعة اللي احنا فيها دي، تعالوا نعمل النهاردة حاجة كده صحية. علشان ما نتخنش في الشتاء، تعالوا نعمل باتون ساليه بدون دقيق أبيض. طعمه لذيذ جدا وخطواته سهلة جدا. يلا بسم الله. وهنجيب معانا هنا كوبايتين من حمص الشام. حمص الشام ده انا نقعته كويس لمدة 12 ساعة في مية باردة. وبعدين سلقته لحد لما استوى معايا. طيب ايه فايدة النقع؟ فايدة النقع ان انا البقوليات عموما بتحتوي على حاجة اسمها حمض الفيتك. حمض الفيتك ده لما بيدخل الجسم بيمسك اي فيتامينات، ما بيخليش الجسم يمتصها ويستفاد منها. علشان كده النقع ده حاجة مهمة جدا، وتغيري له المية خلال مدة النقع مرتين او 3 كمان. عندنا بقى بيضة، وعندنا معلقة من الخل علشان طبعا نضيع زفارة البيض. عندي بقى معلقة صغيرة ملح او نص معلقة صغيرة ملح على حسب الكمية اللي عندك، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من البابريكا. حابة تحطي زعتر حطي، حابة تحطي توم باودر، بصل باودر، يعني اي بهارات تحبي تنكهيه بيها حطيه. هنبتدي بقى نضربه بالكبة بالشكل ده لحد لما ينعم معانا خالص. يديله تقليبه كده. لو لقيتيه لسه ما اتطحنش كويس، هو قوامه بيبقى تقيل شويه كده، ما بيبقاش خفيف خالص. بعد كده هضيف معلقتين كبار من زيت الزيتون. طب لو ما عنديش زيت زيتون تقدري تستخدمي اي زيت نباتي عادي، ولكن احنا بنعمل وصفة صحية يبقى كل المكونات تبقى صحية. هنديله ضربة كمان كده لحد لما المكونات تتجانس مع بعض، وبعدين هنبتدي بقى نستخدمه. هو ده القوام اللي انا عايزاه بالظبط. شايفة القوام كريمي جدا جدا، وده لان انا استخدمت بيضة واحدة بس على كوبايتين من حمص الشام. لو عايزة كمية اكبر ضعفي المقادير. هنجيب بقى كيس من اكياس التلاجة او كيس من اكياس الحلواني اللي بنعمل بيه كيس التزيين بتاعت كريمة الحلواني اللي هي بتعمل بيه الكريم شانتيه. وهنحط فيه بقى الخليط اللي عندنا، ودي اسهل طريقة للتشكيل. هنعبيه بقى، وفي الاثناء دي هنكون محضرين صاج فيه ورقة زبدة، وهنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 اللي هي درجة حرارة تسوية الكيك. هنجيب بقى الصاج بتاعنا او الصينية بتاعتنا اللي فيها ورقة الزبدة، ونبتدي بقى نشكل كده صوابع صوابع كده بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا بتتحكمي في حجم الباتون ساليه اللي عندك او البقسماط على حسب فتحة الكيس. يعني لو عايزاه اتخن من كده شوية افتحي الكيس اكتر هينزل معاكي الكمية اكبر. ولكن انا قلت اعمله صوابع رفيعة كده علشان يحاكي الباتون ساليه اللي احنا بناكله في العادي يعني. فلو حابة تتخنيه زي ما قلتلك افتحي الكيس شوية. ابدأي بقى اعملي صوابع صوابع كده لحد لما الكمية اللي عندك تخلص، وبعد كده دخليها الفرن. تعالي بقى نتكلم عن التسوية شوية علشان دي حاجة مهمة جدا جدا. طبعا احنا قلنا ان درجة حرارة الفرن 180 درجة. حطيه على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. طيب بعد تلت ساعة هعمل ايه؟ ههدي النار على اقل درجة حرارة واسيبه كمان 10 دقايق. ليه؟ عشان يتحمص كده ويقرمش معاكي كويس قوي، لان لونه ما بيتغيرش في الفرن زي ما انتي فاكره. هو بيحتفظ بلونه الاصفر ده شويه، يعني الوش مش بيحمر زي الباتون ساليه العادي. بس بعد كده هنطلعه هنسيبه يبرد في الصاج، وبعدين هناكله بقى بالهنا والشفا. طريقة لذيذة جدا وسهلة جدا، حاجة صحية كده تقدري تعمليها وتاكليها بكل سهولة. لو عجبك الفيديو وصلتي معايا لحد هنا متبخليش عليا باللايك، ونوريني بالاشتراك في قناة صنعة في المطبخ مع أميرة الطاهر. شكرا للمشاهدة.